تعالوا النهاردة نعمل الفيونكة القمر دي من الورق بطريقة بسيطة ومن غير استخدام اي نوع لزق ولا غيره ولا شمع ولا اي حاجة. تتعمل بكل بساطة، استخدمناها قبل كده في تزيين الالبوم ده، هفرجكم عليه في الاخر. تعالوا بينا نعمل الطريقة، بس ما تنسوش تعملولي لايك. اول حاجة هنحتاج لورقة خفيفة، يعني اي نوع ورق خفيف عندكم استخدموه. انا مستخدمة ورق اللوح، المهم انها تكون ورقة مربعة. الورقة اللي معايا دي مقاسها 20 في 20. هنتني الورقة بالنص كده، وبعدين هنفتحها ونتنيها مرة كمان بالنص، وبعدين هنفتحها وبعدين هنقلبها، وهمسكها سمبوكسة كده يعني تبقى بالشكل ده. وبعدين هنجيب الزاوية دي على الزاوية اللي هناك دي وهنتني الورقة، وبعدين هنفتحها ونعكس الورقة بالشكل ده ونتني برضو الزاوية دي على الزاوية دي، وبعدين نفتحها. بعدين هنقلب الورقة كده، ولو ضغطنا في النص هنلاقي ان الجزئين دول ممكن يتلموا على بعض بسهولة، سواء الجزئين دول او الجزئين دول كلها زي بعض. فهنلمها كده بالشكل ده، هتبقى معانا كده بالشكل ده. هنخلي الجزء المفتوح هو اللي من تحت والجزء المقفول ده هو اللي من فوق، وهنمسك الجزء المقفول ده وهنتني منه حتة صغيرة كده بطريقة عشوائية زي كده بالظبط. وبعدين ممكن ندوس بقى على التانية دي بالمقص او باي حاجة يعني. ممكن كمان نأكد على باقي التنايات برضو بظهر المقص كده، وبعدين هنتني نفس الجزء ده بس الناحية التانية العكس. بعدين هنمسك طرف الورقة من هنا والطرف التاني كده، وهنفتح الورقة. ظهر معانا مربع كده في النص، هنبدأ بقى نبرز المربع ده، التنايات بتاعة المربع. فهيبقى بالشكل ده كده من اي جزئين كده نضغط عليهم، سواء من هنا او من هنا برضو كله زي بعض. هنضغط كده وبعدين نضغط في نص المربع ده ونعمل كده بصوابعنا في الزوايا بالشكل ده كده، وندوس علشان نظبط التنايات. هو هيتني تلقائي كده علشان احنا اثار يعني التنايات اللي قبل كده. بعدين هنمسك الطرف ده وهنتنيه كده، هنوصل الجزء ده للخط اللي موجود في النص، بالشكل ده كده. والناحية التانية هنتنيها بس العكس، تبقى في ظهرها كده. هنعمل كده كمان في الجنب ده، فهتطلع معانا بالشكل ده وشها كده زي ظهرها بالظبط. دلوقتي همسك الطرف ده والطرف ده وهفتحهم، بس مش هضغط جامد او مش هشد الورقة قوي علشان افضل محافظة على التنايات بتاعتي. هيبقى شكلها كده، ومن الناحية التانية شكلها كده. هنيجي من عند الطرف ده ونفتحه كده بالراحة، هنلاقي 3 خطوط، واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا. احنا هنقص الخط اللي في النص ده لحد ما نوصل للمربع ده، يعني زي كده بالظبط. هنعمل كده كمان في الناحية دي، بنقص الخط اللي في النص لحد ما نوصل للمربع. هنعمل كده كمان الناحية التانية. بقت معايا بالشكل ده كده. بصوا بقى كده الورقة متقسمة، الجنبين دول عاليين والجنبين دول واطيين كده. فالجنبين العاليين دول هخلي واحد فيهم يجي على التاني كده، سواء ده او ده، اي حاجة مش مهم خالص. بعدين هنمسك الزاوية دي ونوصلها لحد الخط اللي في النص ده، يعني هنتنيها لحد الخط اللي في النص ده. بالشكل ده كده. هنعمل كده كمان في الزاوية دي، هنوصلها لحد الخط اللي في النص ده. بقى شكلهم كده. دلوقتي هنرفع الجنبين دول الناحية التانية
علشان اقدر اتني الزوايا دي زي ما عملت في الناحية دي. يعني هوصل الزاوية دي لحد الخط اللي في النص والزاوية دي لحد الخط اللي في النص. طلع معايا شكلها كده. دلوقتي بقى كل المراحل الصعبة خلصت، احنا بس هنقص الخط اللي في النص ده لحد الاخر كده زي ما انتوا شايفين. بعدين هنقلب الورقة ونحطها كده، وهمسك الزاوية دي كده وهتنيها لجوه. مش بتنيها بمقاس معين، انا بتنيها علشان اعمل الشريطة اللي بتبقى في اخر الفيونكة دي. ومسكت الطرف ده كمان وتنيته كده، فالناحية التانية هيبقى شكلها كده. هنعمل الجزء ده كمان زي ما عملنا هنا بالظبط. ممكن دلوقتي نأكد على كل التنايات بالمقص، يعني ظهر المقص كده نمشي على اي تانية احنا عملناها علشان الفينيش يبقى شكله حلو. وده كده بقى شكلها. هنقص بقى الحتة دي بزاوية كده اللي هي الشريطة بتاعة الفيونكة، والناحية التانية كمان علشان يطلع شكلها زي الفيونكات كده اللي احنا عارفينها، اللي هي الشريطة اللي بيبقى شكلها حلو دي. نعمل كده كمان في الناحية دي، وكده خلاص مش هنحتاج المقص تاني ويعتبر خلصنا الفكرة. بصوا بقى المربع ده فيه حتت كده مفتوحة من الجناب. احنا هنتني الحتة دي كده ونمسك الزاوية دي وندخلها تحت المربع ده، وبعدين هنمسك بايدينا من النص كده عشان نثبت، وبعدين نظبط الجزء ده علشان ما يبقاش مكسر كده فهيطلع شكلها كده. هنعمل كده كمان الناحية التانية، نمسك الزاوية دي وندخلها تحت المربع ونثبت بايدينا ونظبط الفيونكة. وبس كده، ده الشكل النهائي بتاع الفيونكة. سهلة جدا وبسيطة، لو مشيتوا ورايا بالخطوات اكيد هتعرفوا تعملوها. ممكن نزين بيها اعمال يدوية كتير، نحطها على بوكس او نحطها على اي حاجة كده. بصوا شكلها تحفة. ممكن نعملها بمقاسات مختلفة زي ما انتوا شايفين، دي مقاسها 20x20 ودي كان مقاسها 15x15. وعملنا بيها الالبوم ده. اللي لسه ما شافش الفيديو هحطه لكم في صندوق الوصف او في الكومنتات. عملنا ألبوم صور كده وزيناه بالفيونكة بتاعتنا دي، جميلة جدا وسهلة وبسيطة. واتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير، ولو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب. وبحبكم كتير.